السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد عنده صدمة فعلا لما يشوف مباراة الأهلي والترجي يوم الجمعة الجاية في مسابقة قارية في نصف النهائي والأنظار كلها عليك ب 10000 مشجع. احنا كنا عبرنا مسافات طويلة جدا وسنين ضوئية ان احنا عينينا ترجع تشوف تاني البهجة والسرور وتشوف مناظر حلوة في المدرجات، والمدرجات تبقى 52000 مشجع. لكن عينك تصيبها العمى تاني وتشوف 10000 في الاستاد كبير جدا يسعى ل 60 و70 الف مشجع، تشوف 10000، فدي صدمه. كمان على استحياء شركه تذكرت بتقول لك فتح باب التذاكر، يعني مستحيه ان هي تقول 10000. وبصراحه خلينا نكون صراحه، المسؤول اللي هو يحدد 10000 ده مسؤول خايب، مسؤول ما يعرفش دوره الوطني. انت عندك مشكله وانت عارفها، انت المفروض كدورك كمسؤول ان انت تخش تحل المشكله، تبتكر ان انت تحل المشكله، لكن تهرب وترجعنا 50 سنه لورا ونبقى ب 10000 مشجع. واي واحد في الدنيا يشوف عندك مسابقه قاريه في نصف النهائي عندك 10000 هيقول الدوله دي مش جديره بالتنظيم، الدوله دي يعني فين المسؤولين اللي فيها ان هم ينظموا مباراه فيها 52000 مشجع؟ فده ان كان عقاب للجمهور فهو عقاب للبلد قبل ما يكون عقاب للجمهور، عقاب للبلد ان هي بترجع 50 سنه ورا. لكن ما علينا، ان شاء الله ربنا يوفق الاهلي، ان شاء الله الاهلي ينتصر، ان شاء الله الاهلي يفوز، ان شاء الله الاهلي يفرح جمهوره، ان شاء الله الاهلي يعبر للنهائي، وان شاء الله الصوره تتحسن في مباراه النهائي، وان شاء الله يكون موجود الساعه الكامله، مش هنقول بقى 52000، الساعه الكامله للاستاد ان شاء الله، ده املنا باذن الله. وان شاء الله اداره الاهلي والمسؤولين اللي هيبقوا خايفين على البلد بجد يعني يورونا الساعه الكامله وعينينا تاني، يعني مش عايزين نصيبها العمى. انت لما تشوف المدرجات خاليه عينك بيصيبها العمى. بص اي دوري في العالم، بص في المنطقه العربيه هتلاقي الكل بيلعب بمدرجات مفتوحه. لكن ان شاء الله اهم حاجه التوفيق للاهلي، ان شاء الله الاهلي يفوز، ده اللي احنا نتمناه وكل جمهور الاهلي يتمناه. والاهلي دايما بيشرفك في بطوله قاريه، هو الموجود. بص الانديه المصريه اللي عندك كله ودع، كله خد استماره 6 ومشى، لكن الاهلي لسه موجود، والاهلي دايما بيفرح مصر وبيفرح جمهوره. وبمناسبه اللقب وبمناسبه الاهلي ما بيلعبش بقاله فتره كبيره، الاهلي اخر مباراه لعبها قدام سموحه، تخيل بالك شهر كامل ما بتلعبش في الدوري وانت لسه محافظ على الصداره، كل خايف يقرب للاهلي، كل خايف يقرب للمركز الاولاني، لان الاهلي اللي هيلمحه هيمرجحه. والاهلي ما عندوش هم مرحمينه في الدوري المصري، الاهلي الحمد لله بفضل الله 21 مباراه، انت بتتكلم في حوالي 16 فوز فيهم، وعندك حوالي 5 مباريات انت متعادل فيهم. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يحسم الدوري الفتره الجايه، الاهلي يبقى رسميا بيتوج باللقب، ان شاء الله فرق النقاط يزيد عن فيوتشر اللي هو تاني ملاحقيك، ويزيد عن بيراميدز اللي هو تاني ملاحقيك. انت بتتكلم بيننا وبين فيوتشر 4 مباريات مؤجله ب 12 بونت، تفرق كبير جدا، وكذلك فيوتشر اللي هو المركز الثاني الفرق بيننا وبينه حوالي 6 مباريات. فالاهلي هيعدي خالص في الجدول المصري باذن الله. باذن الله الفتره الجايه تكون فتره حسم الاهلي، بترفع كاس دوري ابطال افريقيا، بترفع درع الدوري المصري زي ما احنا فرحانين في العاب الصالات، وبتحسم كل البطولات ومكتسح في كل البطولات، ان شاء الله تتم على خير والاهلي يفوز الفتره الجايه.